السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور على احلى مشاهدين ليا. انا النهارده جاي اعمل لكم بردك طريقه سهله وسريعه جدا. هنعمل بيتزايه من نص كيلو، عملت 3 بيتزات اهو زي ما انتم شايفين. ايه بقى البيتزا ديت عباره عن ايه؟ مع العجين نص كيلو من الدقيق، عليه رشه من الخميره، عليه رشه ملح، رشه سكر، وحبه ميه وحبه زيت، ونروحوا مقلبينهم كلهم في بعضهم، وحبه سمسم، ونسيبوها لما تخمر. وبعد كده رحت مقطعاها وعاملاها زي كده. تعالوا بقى معايا نشوفوا بقى احنا ايه هنحط عليها الحاجات اللي بتتحط على البيتزا من فوق. شايفين كان عندي صدر من الفراخ، رحت عاملاه بحبه ملح وفلفل اسمر وزيت بس كده. وعندي انا البصل والطماطم والفلفل والجبنه مثلثات والجبنه الموزاريلا والصلصه اهي عملتها. وعندي حته جبنه بيضه، يعني هنعملها في على البيتزا ونرجع لكم تاني. شايفين ادي البيتزا اهي بعد ما حطيت دي. عملت البيتزا دي بالفراخ، والبيتزا ديت بالفراخ، والبيتزا دي بالبسطرمه. خلاص هنحطها ونسويها في الفرن وشوفوا هتبقى تطلع بعد كده شكلها ايه. واللي وصل معايا لحد هنا يا ريت يعمل لي لايك وشير ويشترك في القناه بتاعتي وتفعلوا الجرس وتكتبوا كلمه حتى كلمه تم علشان توصل لكل الناس، لان القناه بتاعتي بتهدف للوصفات السهله والبسيطه ولاي ام مصريه بتعملها في البيت. خلاص ماشي، يلا تعالوا معايا. اهو طلعت البيتزا، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه تحفه وجباره. ماشي، ودي كانت وصفتي النهارده من مطبخ منوعات ماما مها، وهشوفكم في وصفه جديده تانية باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.